تقول إن المولى خلق كل إنسان وجعل له خصلة جمال، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منتدى طيرتي يرحب بكم ويتجدد اللقاء مع ضيف عزيز علينا إن شاء الله، وراح إن شاء الله يرد على أسئلتنا كلها بشفافية وبوضوح. نرحب بأخونا العزيز حبيب الخلاوي أبو يوسف، حياك الله. حياك الله أخوي سلمان، يا أهلا ومرحبا. حييك سلمك. فأخوي أبو يوسف ودنا تقول لنا، أنا يعني دشيت صراحة على طول إن الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان وجعل له خصلة جمال، هل هذا صحيح؟ هذه الكلمة كلمتك وأنت معروف فيها، عشان كذي افتتحتها. حياك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوي سلمان، الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان خلقه من روحه وحط فيه صفات، فأنا أتكلم من ناحية طبعا موجزة اللي هي على طيرتية بالذات يعني. فمن قلت الكلام هذا والمقال هذا، أو بالأحرى دور عند الدواوين كذا كذا، وايد ناس يسألون عن هذا. فالله سبحانه وتعالى فعلا حط خصلة جمال في كل إنسان، فتلقى إنسان فنان، رسام، إنسان يحب ديكور، إنسان له نظرة شمولية جميلة. هذا الميزة هي اللي تخلي المطيرتي تذوق جمال اللوت، وإذا ما كانت الميزة موجودة فيه يظل نشاز، ويظل طالع عينه نشاز. ويحضرني بيت الشعر اللي يقول: عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السوء تبدي المساوئ. فالعين لها جمال والله خلقها وحط فيها الخصلة الجميلة هذه. فالتذوق مثل الإنسان اللي يحط اللقمة بحلجه ويلوجه، يتذوقها قبل لا يبلعها. فهذا شيء جميل، وهذه من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، نعمة من الله. هذا يعني اختصار يعني رد لسؤالك أخوي سلمان. نعم، جزاك الله. طبعا أخوي أبو يوسف، عندنا مراحل الحمام وبدايتهم. نعم. يا ليت تكلمنا متى كانت بداية الحمام والحمام القلابي خاصة يعني. أنا والله من طبيعتي أقرأ بعض الكتب عندي، وفي كتب قديمة يعني مرت علي، وفي طبعا بس الكتاب اللي لفت نظري كتاب يتكلم أيام العصر العباسي. ما شاء الله. تخيل أيام العصر العباسي، والجاحظ يصف الحمام القلابي وكم كان يباع. ويمكن أقرأ لك لو تسمح لي بس شوية من. ما شاء الله، من العصر العباسي. نعم يعني لا يتعجبون العالم، يقول لك والله الطير ترى وصل السعر الفلاني والسعر الفلاني. لأن خاصة إذا صار الشيء جميل ومرغوب عند العالم، اللي يحب الشيء يدفع، لكن بالمنطق احنا نتكلم، ولكن في أمور زايدة يعني الواحد يتلافاها. ذكر هنا قال الجاحظ: وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمامة قد تباع ب500 دينار، ولم يبلغ ذلك القدر شيئا من الطير غيره. تخيل يعني 500 دينار. 500 دينار، نعم. وهو الهاجر الذي جاوز الغاية، يعني الشيء الزاد عن حده. تخيل: ولقد دخلت بغداد والبصر وجدت ذلك بلا معاناة، يعني تلقاه بكل سهولة يعني. ولو حدثت أن فرسا بيعت ب500 دينار لكان ذلك سمرا، وقد تباع البيضة حتى ب5 دنانير. يعني لو الفرس تباع ب500 دينار صارت العالم فرحة وعرس وناس وسمر، وحمام تباع ب500 دينار ذاك الوقت. والفرخ يباع ب20 دينار. فمن كان له زوج منه قام في الغلة مقام ضيعة، يعني كأنه ماخذ ضيعة كاملة، عرفت؟ واصحابه يبنون من أثمانه الدور والحوانيت، وهو مع ذلك ملها عجيب ومنظر أنيق. هذا كلام الجاحظ. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا هنا ما بتأكد من مصدر سنده، اللي هو قال: اتخذوا الحمام في بيوتكم فإنها تلهي الجن عن صبيانكم. يا أخي الحمام فطرتها وخلقها الله سبحانه وتعالى جميلة، كل شيء جميل فيه. احنا نتكلم على حدث 850 هجري،
ومن خواص الحمام، هذا كلام مردود للجاهل، دمه ينفع الجراحات العارضة للعين والغشاوة، ويقطع الرعاف، ويبرئ حرق النار إذا خلط بالزيت منه، وزبل الأحمر ينفع للسع العقرب إذا وضع عليه، وإذا شرب منه مقدار صيني نفع مع الحصى. يعني هذه إناء معروف عندهم بالمسمى هذا، فيحطون فيه الكمية فيعالجون فيها كأدوية، لا كأدوية من دم الحمام، من دم الحمام يعني، ومن زبل الحمام الله يعزك. عرفها مستفيد يعني. شوف الاستفادة فيه هذا الأيام زمان. هذا كتاب المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد دبشي، متوفي 850 هجري. عرفت؟ في عندك هذه أول مرحلة للحمام في العصر العباسي. نعم هذه أول مرحلة، أنا طرقت لها بشكل سريع وراح لين أوصل للمرحلة اللي احنا فيها الحين. طبعا مرت مراحل للعصر العثماني، وطبعا في بالعباسي بنفس العصر العباسي، إذا يحضرني المستنصر على ما أعتقد اسمه، كان يربي الحمام للتفاخر. عرفت؟ لأن يعني تحس إن طير على يمين على كتف اليمين، طير على كتف اليسار، كنا مالك الأرض وحواليها. عرفت على لا؟ ويت فترة كانوا يتغنون فيها بالغزل. عرفت؟ فهذه مرحلة قديمة اللي تحفظني بالمرحلة العباسية، المرحلة العصر العباسي. بعدين جاء العصر العثماني، ومن عقبه طبعا انتشر واخذ وضعه الطبيعي في مناطق جنوب العراق، واساس الحمام يعني من حدر حتى من تركيا موجود لحد الان. الحمام عبد الله موجود بتركيا، لكن اخذ حيزه واخذ حاصله كامل في المنطقه الجنوبيه بالعراق. هذا بدت هني الهوايه، هوايه مثل ما تقول تجني الحمام حبا بالحمام، وليس عشقا باللوت، حبا بالحمام. شوف البدايه يعني. بعدين جت مرحله اخرى دشت في الستينات، بدت الهوايه تاخذ ان الواحد يطير للصيد، هوايه صيد. فكثر ما صاد هذا صار يعني ريال معروف. عرفت عليه؟ فيجافرون بعضهم، طير كذا دش والله ما يطلع، وطير كذا. شوف مراحل الهوايه، تسلسل الهوايه. أخذت الحيز هذا لين وصلت تقريبا لأوائل السبعينات، ومن السبعينات وانت طالع على أوائل الثمانينات بدت التركيز يصير أكثر، ويتعبون على الحمام وينقون الحمام الزينة. هذا ناهيك إنه ما كانت تفصل الحمام، كانت كلها مع بعض. ولكن الطير أنا عندي وجهة نظر يعني خاصة نقطة، إذا الله خليته على فطرته اللي الله سبحانه وتعالى خلقه، يمكن يعطيك أداء بحيث إنك ما تريده. وأكبر دليل أقول لك مثال يعني. هلا تحط طيرين فحل ونثى خانة التكليف، وتحط لهم قص فخر، تبيهم يبيضوا، راح يبيض، ولكن أنت أجبرته في مكان معي. فكونك أجبرته مكان، بعد فترة تدرى البيض خونق ولا فاسد ولا ما يطلع شيء يعني، يخرب البيض هذا لسبب. أنا عرفت السبب صراحة يعني، هذه تجربة شخصية. أنت قاعد تجبره أنه يبيض بيضة ويحط بيضة في مكان أنت مختار، لكن خلى على فطرته. هده راح يبيض تلقاه ورا الباب ورا القص، هو يعرف المكان هذا فيه تيار هواء. صحيح. عرفت؟ فأنت ما تخدعه بالفخار اللي هو يتشبه لأنه شكل العش. عرفت هذا؟ فهذا نوع من أنواع التدخل بالحمام. فنرجع إلى موضوع السابق اللي هو وصلنا للثمانينات. بدأت الثمانينات هني المرحلة. احنا بدأنا من السبعينات لبداية الثمانينات، بدأت العالم تهتم بالحمام، تهتم بالطير الزين. وكانوا إذا عندك طير زين وأنا عندي نثية زينة، ما كان بيننا عامل مادة، المادة مو موجودة. فكان الهدف هو النتيجة. الهدف مثل اللي ياخذ اللبن يبي الزبدة، يبي يطلع الطير زين، يبي الحمام وضعت التفاخر يا أخي، للتفاخر لا أكثر ولا أقل. فمو عيب عندي أروح لسلمان أقول له يا أخوي سلمان هذا النثي اللي عندي ركب على الفعل اللي عندك، وأنت تدري، وبدون ماديات
وطلعت نتائج يعني على سبيل المثال أرقام طوارئ كم طير ذكرتها؟ 6 طيور ذكروا تحته. عرفت على ولا؟ حمام زينة من مشايخ الحمام. هذا نتيجة شنو؟ إن الناس صح تطير صح وتفرغ صح وما بينهم هالحساسية وبين هالأمور. جينا لمرحلة الثمانينات بدأت مرحلة التميز. يعني مرحلة التميز مرحلة إنه يبيع من عيال الطير وصارت عملية الحجز. فدشت في عملية المهدة ولكن بتجني الشيء الزين. عرفت؟ وطلعت عندنا حمام فعلا. وبيعت بأسعار فعلا ولكن فعلا سعرها مكانه يعني ما يباع الطير مني إلا فعلا بجناح صدق يعني مشهود له. وماكو شيء اسمه أخوي بالقفص أو بالخانة أو خام أو كذا لا. هذا يعبرني بأحد الشعراء الله يذكره بالخير. عرفت اللي هو عبد الله الشوشان. يقول مسكين يلي في مواري هالحمام اختر يظن الزين مثل الطبخ كل يحوفه يحكم على الصورة يشتري ويخسر ويصفق على خده وتصيب محسوفة سير على ربعك بهوى الزين وافتر واشتر على المطيار وعينك تشوفه. شوف الكلام عشان ما تندم على فلوسك وتقهر روسك لا تجني إلا حمام معروفة اللي لها التاريخ بالطيب يذكر مو من الشاحة والمكامخ تحوفه. شوف الكلام شوف المضمون. هذا واقع كنا عايشينه بالثمانينات. صح لسانك يا أبو. هذا صح بدنك. هذا واقع كنا عايشينه بالثمانينات. خلينا نمر على نرد على سؤالنا اللي هو مراحل الحمام. عقب الثمانينات دشينا في مرحلة التسعينات لل95 96. أنا وجهة نظر يعني صراحة أنا طبعا أمثل نفسي بالرأي هذا إن بدأ الطير التوجه العالم توجه آخر بالنسبة لهم. ما قاموا يتعبون على طير الهواء والطير النشيط والطير اللي يؤدي كذا كذا. يا أخي أنا ما أتكلم على أقول إن طير الهواء هو الطير الزين وكذا كذا ولكن مفهوم الهواية بشكل عام هذه سياسة غاب والبقاء للأفضل. عرفت عليه؟ والمشهور اللي يثبت نفسه. من 95 بدأت الهواية تأخذ منحنى آخر. دش بها الطير الهواء الخفيف. بدأت الحمام تأخذ العالم تتجه إلى الطير اللي لوته جميل. عرفت عليه ولا؟ أنا ما يعني مو قصدي إنه ضد اللوت الهواء الخفيف الطير اللي لوت بالهواء الخفيف ولا اللي يتجمل باللوت لا بالعكس هذا جميل عندي. ولكن قلت لك بكلامي الحمام وضعت للتفاخر. أنا إذا قعدت في الديوانية واحد كلمني قبل كان بيننا ملاوت صراحة كلمك جاكر ملاوت مو معناته كرفك أنا لا أنا لا الحين لو لاوت واحد ثاني سابه غالط عليه يمكن ما يحكيني والله العظيم قبل مجاكر من طيرك أحسن تحدي والمنافسة منافسة وتحدي وملاوت وروح تواصل وروح طيبة بيننا وتلقى يعني يا أخي الدش الديوانية معاك طبة فروخ حاطهم قرقور يا جماعة اللي ما عنده ما عندنا الأمور هذه التعقيد الموجودة الحين يا أخوي سلمان. أقول لك يا بكل صراحة يعني يمكن أنا شديت عن السؤال شوية ولكن خلنا أعبر لك عن اللي نفسي. فهذا اللي يطير بهواء خفيف مو معناته أني أنا كارهه. يعني الأخ سعود الحميان أقول له كل احترام وكل تقدير والأخوان الطيرشية كلهم يعني قال له بيت شعر وكم طير بايع الصيت يذكر هو بالحقيقة تيسن تعركب له ظروفه وكم طير على الساحات سيطر هو رهين الشبك ما غادر رفوفه. يزين طير الهواء ليطار سنتر ويرجع مثل ما راح كامل وصوفه ليلاقى السوايب جناح يتكسر ويصير مثل الغلم ضامرات كتوفه ليه شافه الهاوي حار وتسمر والثقلة تخطاه يبي يشبع من شوفه وما نبخس اللي فيه هواه يتصفصر ويعطيك من لوته تناغلين معزوفة يشدك يغريك ويخليك تطمر تصرخ بعالي الصوت يا سلمان شوفه شوف الحلاوة تقول في تافيد سكر طاير بلا يابان كله تتروح الله حلسانك ولسان الله يسلمك. هذه المرحلة اللي دشينا فيها مرحلة الطير الخفيف لكن هذا ما يمنع أقول لك إنك ما تجنيه بالعكس أنا أقول لك اللي ما عنده لازم يطير شيء يشوفه جميل ولكن اتعب ولا تعيش على الأمل. أنا ضد شيء اسمه أمل. أنا ضد شيء يقولك والله عايشين على الأمل كل سنة نفرغ. هذا كلام ماخذ حقي. ليش يا أخي إذا ما عندك افتر روح
شوف اشتر. أنت راغب هواية ودك تشوف الجميل، يا أخي المرأة الجميلة كل من يخطب، صح ولا؟ كل من يطق بابها يمكن تصير من نصيبك. تحرك يمين يسار تلقى، بس لا تقعد على أطمام المرحوم مثل اللي مات مربطة، عرفت، ظل طول عمره ومات مربطة. فجدد نفسك. هذا أخوي المرحلة. عقبها مع الأسف عقب المرحلة هذه دشينا مرحلة غريبة عجيبة، لا هي لنا ولا احنا منها ولا فيها. العالم قامت تجني الدياي. دشوا في الدياي. اقول لك يا صراحة انا اكلمك على المراحل الحين وكلها تتعلق بالسؤال، انا ما طلعت ترى برا السؤال. تخيل ديوانية تقعد الديوانية يبون دياي يحطونها قدامك. دياي شاريها 200 دينار 300 دينار. هذا لي مو لي، هوايتي مو هوايتي، ما افهم فيها شيء. هل معناته إن ما في اتجاه الاتجاه؟ معناته العالم يا أخوي يا سلمان من هالمرحلة من هالسنة هذه اتجهت اتجاه مادي، كيف تحصل الدينار. عرفت علي؟ وكان عندهم استطاعتهم يبيعون كل شيء مو مطلع دينار. ولكن الهواية لا تزال في خير ولا تزال فيها ناس طيبة وخيرة، عرفت؟ وهي هواية، وأنا عندي مبدأ بالهواية، إذا ما زدت عليها أصبحت أنت زايد عليها. عرفت على ولا؟ نعالجها بفضلكم ووجودكم، عرفت؟ بفضل الموقع طيرتي ومجلة طيرتي وكل اللي قاعد تشوفونه وتسوونه من عمل جبار. احنا صراحة مرتاحين له، يشهد الله مرتاحين. احنا نعود من حزمة، أنا مثل نفسي وأتكلم بالنيابة عن إخواني اللي أنا أحس أكلهم كل احترام وتقدير، وإن شاء الله ما أذكر واحد إلا ذاكره بالخير. أخوي هذه المراحل عدت لك إياها.